السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا يعني خلاص الدوري خلص. فوز الزمالك بالدوري المرة 15 في تاريخه. بطولة مستحقة، يعني ما حدش يتكلم. انت بتلعب الزمالك يعني بكل المشاكل اللي موجودة، في مشاكل مادية، مشاكل مشاكل جوه النادي، كل الكلام دوت، وتكسب بطولة. ده يعني انك فريق كبير جدا جدا جدا، وتملك خبرات البطولة. يعني نادي الزمالك فريق، يعني السنة دي كان من أعظم الفرق، مش في مصر بس، ده في العالم. فريق بهذه المشاكل وبهذه العقبات وتكسب. فدي مفاجأة، وفي نفس الوقت فرحة لدى الجماهير الزملكاوية اللي كانت هزة استاد القاهرة. كان استاد القاهرة ده هتقع منه مناجم الذهب من من كتر جمهور ساند وظهر لأي لاعب زملكاوي يلعب النهارده بطولة مستحقة لعيبة نادي الزمالك، اللعيبة الرجالة، اللعيبة اللي تستحق بطولة الدوري المصري الممتاز، وكانت تستحق الكونفدرالية، لكن الكونفدرالية للأسف اتحاد العاصمة يكسبها. بس النهارده الزمالك قدم ماتش كويس، صحيح مش من أحسن ماتشاته، بس هو قدم المطلوب إثباته. أنا مطلوب مني إيه؟ أكسب. انا كان اساسا مطلوب مني اتعادل اكسب الدوري، لكن عشان اخلص الدوري مفنش بروقان، ابقى ليا دكتور مزاج في الدوري، اكسب الماتش. اتعادل ليه؟ انا فريق كبير وبهذه المشاكل وتكسب. فريق كبير يا جماعة. نادي الزمالك السنة دي نموذج لأي نادي عايز يبقى كبير. نموذج لأي نادي يبقى ليه هدف. نموذج لأي نادي كان كبير وللأسف الشديد هبط للدور التاني. مثلا يعني مثلا عندك نادي فاركو، نادي على فكرة السنة اللي فاتت كان واخد مركز السادس على الدوري، دلوقتي هبط. فده نموذج مثالي ياخده أي نادي في الدرجة التانية أو في أي درجة يعني. فنادي الزمالك بطولة 15 في تاريخه، مستحقة عن جدارة. تألق محمد عواد اللافت النهارده، صد ضربة جزاء، لو كانت ما اتصدتش كانت غيرت معايير الماتش، زي ما مصطفى شوبير صد ضربة الجزاء بتاعت الزمالك بتاعت حسام عبد المجيد، وصدها مصطفى شوبير. ف ان الزمالك يكسب والاهلي يكسب وبيراميدز يكسب، فهذا يعني ان الاهلي لم يلعب دوري ابطال افريقيا الموسم القادم. الا اذا بقى يا جماعه ايقاف القيد استمر. ده اللي يعني لو ده اتاكد خلاص الاهلي يروح افريقيا. الاهلي اهم حاجه عنده افريقيا خلصانه. انك تلعب عشان تشارك كاس عالم انديه في 29. دي مهمتنا كلنا. دي مهمت انك تلعب كاس عالم انديه في 29. بيراميدز هيمثل مصر في كاس العالم، طب ما تمثل مع مصر. بصوا يا جماعه الزمالك خلاص، ما هو متذبذب. الزمالك دلوقتي المركز الاول برصيد 56 نقطه، بيراميدز المركز الثاني برصيد 54 نقطه بعد فوزه على سموحه بطلوع الروح يا جماعه. لولا فوز بيراميدز كان ممكن الاهلي يروح افريقيا وبيراميدز ما يروحش افريقيا. يا جماعه تفريط. ولعبة الاهلي عملت في نفسها كده. خلاص يا باشا، اشبع باللي ربنا جابهولك. ده من كرم ربنا انه خلاك مركز تالت. ده من كرم، ده كنت ممكن تبقى مركز خامس، لكن قدر الله وقدره، يعني مش حدش يقدر يعترض. فمبروك نادي الزمالك. بنسبة كبيرة هيروح أفريقيا هو وبيراميدز. خلاص بيراميدز ضمن، لكن الزمالك متذبذب بسبب الأمور والمشاكل المادية. فممكن لو ربنا أراد إن الأهلي يروح أفريقيا، فده من الأشياء الجيدة للأهلي يكسبها في بطولة الدوري. للأسف ما كسبهاش النادي الأهلي. مبروك نادي الزمالك. هارد لك نادي الاهلي وبيراميدز. مبروك لجمهور نادي الزمالك وعاشقينه. بطوله مستحقه، بطوله عن جداره، لان اللعيبه اللي كانت بتلعب ديت رمز لبطوله اي نادي. بس كده يا جماعه، مبروك نادي الزمالك. مع الف مليون سنه.